من خلال حساباتهم هذه البطولة بالتحديد، لأن كلا المنتخبين اللي حققوا انتصار من خلال الجولة منتظر عبد الأمير ب9، هادي محمد ب10، رضا عبد العزيز 12، حارس المرمى كراري محمد من خلال أحداث هذه المواجهة. كرة تعود للخط الخلفي منتخب العراق، والكرة التي بدأت أن تعود مرة أخرى للواجهة من جديد، والعراق التي لنهائيات كأس العالم في اندونيسيا خسارة كانت في المباراة النهائية بعد تقديم عمل خط الخلفي لمصلحة المنتخب العراقي. زيد تحسين، العراق التي بدأت تنتعش في عالم كرة القدم، العراق التي بدأت تعود إلى الطريق الصحيح، المنتخب العراقي الأول اللي بدأ هو الآخر السابقة الأخرى على مستوى قارة آسيا في عام 2013، وتلك النسخة الأولى 7. تلك الأيام الجميلة، لكن هنا محاولة خطيرة استبزال دفاعي عراقي حتى هذه اللحظة حاضر. نعم كل السنوات على مستوى الأجيال الماضية، شوف التسديدة اللي كانت حاضرة هذه في اللعبة الماضية، العودة كانت موفقة لإبعاد الكرة عن الجانب الكوري، الجانب الكوري اللي من خلال ال10 دقائق الأولى من عمر وأحداث هذه المواجهة. وبعد ذلك محاولات 14 أو هيوم يول صاحب الرقم 19، لأنه هو يعتبر هداف منتخب تحت 23 عام، عنده 19 هدف مع منتخب كوريا. في هذه المحاولة تقدم الأمام، لعبة كورية خطيرة عرضية موجودة. الدوري النرويجي للاعب مار عبود يفضل عودة لزيد تحسين، زيد تحسين للناحية اليسرى باتجاه يوسف الإمام، عودة ليوسف الكوري بحسرة مرة أخرى. جمهور الكوري بحسرة على هذه الفرص الضائعة. سانيو سهلة لدفاعات المنتخب العراقي. يوسف الإمام، تمريرة باتجاه، عودة لحارس المرمى رضا عبد العزيز بدورة باتجاه يوسف الإمام. ممتاز يوسف القدم. نعم تلك المواجهة، كرة إلى الأمام، محاولة زيد تحسين، صراحة برافو زيد تحسين. جيونغ بارك صاحب البطاقة الصفراء، جانغ أو كوان وهو في الخط الخلفي في وسط دفاعات منتخب العراق. الإمام يبعد الكرة الماضية، يوسف الإمام يبعد اللقب في وسط الملعب. لمسة في وسط الملعب، تدخل صابرة تالية الخلف لزيد تحسين، نقل الكرة باتجاه يوسف الإمام. يوسف الإمام يفضل عودة لزيد تحسين مرة أخرى في المباراة الأولى أمام تايلاند، وبالتالي الباحث عن انتصار في الجولة الثانية. وقائمة أيضا طويلة موجودة لحكام الساحة، حضورهم وتواجدهم على مستوى مختلف المسابقات. يشارك زيدان لاعب نادي كربلاء، وأيضا الإمام يوسف الإمام يترك محله لصاحب الرقم 16.